السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة الماجيكو. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم ويطلعهم من الكبوة اللي هم فيها دي على خير، وينصرهم على الكيان الصهيوني يا رب العالمين. حلقتنا النهاردة طبعا عن الدوري المصري، والإثارة والمتعة اللي بدأت ترجع للدوري المصري من تاني. يمكن الإثارة دي يمكن مفتقدينها لنا كذا موسم ورا بعض. يمكن السبب الوحيد في الإثارة دي السنة دي طبعا هو نادي بيراميدز اللي بيواصل سلسلة انتصارات. يعني كانت مفاجأة لأي حد بيشجع النادي الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد. يمكن بيراميدز السنة دي غير أي سنة تانية. طبعا كان في النهارده لقاءين. اللقاء الاول كان بيجمع بيراميدز ونادي الجونه. يمكن بيراميدز النهارده طبعا قدر يخطف الانتصار التاسع ليه على التوالي. يمكن ما كانش في احسن حال النهارده، بس قدر يوصل باللقاء للنهايه ان هو ينتصر ويحسم اللقاء لصالحه. يمكن بيراميدز السنه دي غير اي سنه. بيراميدز منافس قوي، منافس شرس. بنشوف بيراميدز ماشي بسلسله انتصارات متواصله، فبالتالي هيصعب المنافسه على النادي الاهلي ونادي الزمالك، وبالذات نادي الزمالك، لان نادي الزمالك يمكن من الانديه اللي مستنيه وقعت بيراميدز بفارغ الصبر، وبالذات في الماتشين اللي متاجلين لنادي بيراميدز في الدور الاول. كلنا عارفين طبعا ان بيراميدز غير المباريات اللي لعبها دي ليه ماتشين متاجلين من الدور الاول، ماتش الاهلي وليه ماتش سموحه. فبالتالي على الاقل عشان نادي الزمالك يقدر يلعب دوري ابطال لازم بيراميدز يقع. كده كده هم حاطين على املهم ان هو يقع الماتش بتاع الاهلي، وعشان الزمالك يقدر يلعب دوري ابطال لازم بيراميدز يقع الماتش بتاع سموحه. فبالتالي انا حاسس ان هي صعبه شويه. طبعا نادي الزمالك ليه 4 مؤجلات، طبعا لازم ياخد ال4 مؤجلات، ولسه هيستنى ان بيراميدز يا يقع ماتش الاهلي يا يقع ماتش سموحه. دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تخلي الزمالك يلعب دوري ابطال السنه دي. انا شايف ان هي صعبه شويه وبعيده شويه، بس الكوره ما فيهاش مستحيل. بيراميدز النهارده طبعا كانت المباراه ليه رقم 22. قدر ان هو يحصد المباراه النهارده، وصل للنقطه 53 طبعا، اول الدوري. طبعا نادي الجونه يعني لا حول له ولا قوه طبعا. يمكن نادي الجونه برضو مش ما فيش خطوره عليه. نادي الجونه النهارده بيتجمد نقطه عند 30 نقطه لمركز رقم 11. فبالتالي برضو يمكن الجونه يعني بعيده شويه عن مراكز الخطوره. نفسنا يا رب ان الاثاره دي والمتعه دي تفضل مكمله لنهايه الدوري. طبعا بنتمنى ان النادي الاهلي يرجع قوي ويرجع ياخد مؤجلاته كلها. عايزين الاثاره والمتعه دي توصل معانا لغايه نهايه الدوري. يمكن اللقاء الثاني اللي كان بيجمع نادي الزمالك والاتحاد السكندري. النهارده الزمالك غير، نفسه مفتوحه طبعا من ساعه ما خد الكونفدراليه. اداء النهارده ونتيجه ولعب، يمكن جمل تكتيكيه في الملعب، اندماج ما بين اللعيبه بشكل كويس جدا. الجون الاول طبعا قدر ناصر ماهر يحرزه بتسديده ولا اروع. يمكن ناصر ماهر انا راهنت ناس كتير ان هو يبقى من اهم الصفقات في نادي الزمالك. يمكن انا على اقتناع الشخصي، يمكن ناس زملكاويه كانت بتتكلم معايا، قلت لهم ناصر ماهر هيبقى احسن من عبد الله السعيد في نادي الزمالك. ناصر ماهر بيقدر يستلم في نص الملعب، بيلف وشه بطريقه سريعه. طالما ناصر ماهر وشه للجون، اتوقع ان هو يعمل اسيست هنا او هنا بشكل غريب. يمكن شفنا الماتش بتاع الاهلي ونادي الزمالك، الماتش اللي فات طبعا الاسيست اللي عمله لسيف الدين الجزيري سهل جدا. احب انا اللعيبه اللي تحسسك ان الكره سهله. يمكن ناصر ماهر من ضمن اللعيبه دي اللي بيحسسك ان الكره سهله تحت رجله. بيفكرني طبعا يعني بالنجم اللي ظلم نفسه كتير طبعا. يمكن كنت منتظر من اللعيب ده حاجه كبيره جدا، وان هو فعلا لو التزم وحافظ على نفسه كان هيبقى احسن صانع العاب في افريقيا كلها. يمكن كنا هنشوف ابو تريكه من تاني. الناس اللي تقول لك ده امام عاشور هيبقى خليفه ابو تريكه، ولا يقول لك مثلا ناصر ماهر خليفه ابو تريكه، ولا نص ملعب موجود في مصر حاليا خليفه ابو تريكه. فالكلام ده مش صحيح. الوحيد اللي كان ممكن يبقى خليفه ابو تريكه هو صالح جمعه. يمكن بشوف فيه شويه مش قوي ناصر ماهر. صالح جمعه من نص الملعب يقدر يوصلك بالفرود الجول. فدي حاجات ما بنشوفهاش كتير في الكوره.
يمكن دي الحاجات اللي بتحببنا في الكوره، بتحببنا في اللعيب رقم 8 او رقم 6 او رقم 10. الثلاثه دول بتبقى وظيفتهم ان هم يربطوا ما بين الدفاع والهجوم، ويوصلوا الهجوم بطريقه سهله جدا للجول. فناصر ماهر من اللعيبه دي، من اللعيبه المحترفه جدا، من اللعيبه اللي الكره تحت رجلها سهله جدا. يمكن من اللعيبه اللي الواحد زعل عليها طبعا بشكل كبير احمد حمدي. احمد حمدي طبعا كان هيبقى متالق بشكل كبير مع نادي الزمالك. احمد حمدي من اللعيبه التقال جدا في الملعب، من اللعيبه المهمه جدا في نادي الزمالك، ومن الصفقات اللي يمكن هتبقى من احسن الصفقات ان شاء الله بعد رجوعه لنادي الزمالك. احمد حمدي برضو من اللعيبه الممتازه، يمكن شفناه في النادي في المباراه بتاع النادي الاهلي، برضو كان في نص الملعب عامل شغل هايل، باصات وثروات، حتى يمكن في شمسيه كده عملها كده حته لذيذه خالص. يمكن الحاجات دي اللي احنا بنحبها، دي اللي بنستمتع بيها كجمهور. الزمالك طبعا قدر النهارده يحسم اللقاء 2-0. الجون الاول طبعا جون روعه من ناصر ماهر، تسديده ولا اروع. الجون الثاني طبعا اسيست لسيف الدين الجزيري، قدر ان هو يحطها بشكل كويس جدا. هي كرة بتاع سيف الدين الجزيري كانت سهله شويه، اعتقد الجون الاحسن طبعا بتاع ناصر ماهر. طبعا يمكن نادي الزمالك تخطى من المركز ال 13 للمركز ال 12 بعد فوزه على نادي الاتحاد. يمكن نادي الاتحاد النهارده تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس، فدي في حد ذاتها حاجة كويسة جدا. يمكن من ضمن الحاجات اللي ظاهرة في الدوري السنة دي، يمكن ذات يعني لو بصيت اصلا على اول الجدول، يعني انت مش في مواسم كتير بيحصل كده. بيراميدز اول الدوري، طب هتقول مثلا ده النادي الاهلي عنده مؤجلات، طب النادي الاهلي هيجي وياخد مؤجلاته كلها، هيبقى اول الدوري تحت مين؟ بيراميدز. الفرق ايه؟ فرق نقطه واحده، يعني هي نقطه واحده الفرق ما بينها وبين النادي الاهلي لو الاهلي جه رجع وخد مؤجلاته. فبالتالي انا شايف ان الدوري السنه دي هيبقى دوري صعب، دوري قوي. بنتمنى التوفيق للانديه كلها طبعا، بنتمنى ان انا كراجل اهلاوي بتمنى التوفيق للنادي الاهلي وان هو يقدر يحسم الدوري. طبعا نادي الزمالك قدر يوصل للمركز 12 بالنقطه 8 بنقطه 28 ب 28 نقطه. لعب كام مباراه؟ لعب 17 مباراه. اما نادي بيراميدز لعب كام مباراه؟ لعب 22 مباراه. يمكن دي من ضمن الحاجات اللي هتصعب على نادي الزمالك شويه، حته ان هو يلعب دوري ابطال افريقيا. طبعا ما بين نادي الزمالك وبيراميدز 5 مطوشات، 5 مطوشه او 5 مباريات. طبعا منهم 4 في الدور الاول. عشان الزمالك يقدر يلعب دوري ابطال لازم ياخد الاربعه بتاع الدور الاول دول، يكسبهم كلهم ويستنى بيراميدز يقع الماتشين عشان يقدر ان هو يتخطى نادي بيراميدز. يمكن احنا لو حسبناهم كده مع بعض 3 في 7 ب 21، صح كده؟ 21 على 28 يبقى 49 نقطة. فبالتالي هتبقى سهلة شوية حتة ان يعني لازم بيراميدز طبعا يقع الماتشين غير الستة بونت، فهيفرق عن نادي بيراميدز يقدر ان هو يلعب دوري ابطال طبعا من الدور الاول. يمكن الفيفا هتحسم اللي هيلعب دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية من الدور الاول. لازم الاندية تاخد بقية المباريات بتاعتها بتاع الدور الاول كلها، ويقدر يحسم مين اللي هيلعب دوري ابطال ومين اللي هيقدر يلعب كونفدرالية. فبالتالي هيبقى فيها منافسه في الحته دي شويه ما بين بيراميدز وما بين النادي الزمالك. يمكن انا شايفها الاهلي سهله شويه. طبعا الاهلي في المركز الثامن برصيد 33 نقطه، لعب 15 مباراه، فبالتالي فرق ما بينه وبين بيراميدز 7 مباريات، عكس نادي الزمالك اللي هو اصلا متخطى نادي الزمالك. ونادي الزمالك لعب اكتر من النادي الاهلي او اقل من النادي الاهلي مباراتين. يعني النادي الاهلي لسه ليه مباراتين عشان يلحق نادي الزمالك يبقى 17 مباراه زيه. فبالتالي هتبقى في اثاره، هتبقى في متعه. لو بصينا بقى على الترتيبات بتاع الدوري، هتلاقي بيراميدز منافس شرس وبقوه ب 53 نقطه، لعب 22 مباراه. النادي المصري لعب 24 مباراه 39 نقطه. ذات يمكن من الفرق اللي مقدمه موسم قوي السنه دي. هو مش احسن حاجه بالنسبه لذات طبعا على التدعيمات اللي عاملاها، بس على بعيد عن مراكز الخطوره. ذات 37 نقطه من 23 مباراه. انبي 36 نقطه في المركز الرابع، 36 نقطه الاتحاد السكندري في المركز الخامس، سموحه في المركز السادس 35 نقطه.
المركز السابع سيراميكا كليوباترا 34 نقطة. النادي الاهلي 33 نقطة في المركز لعب 15 مباراة في المركز الثامن. طلائع الجيش في المركز التاسع ب 33 نقطة. مودرن فيوتشر اللي كنا منتظرين منها السنة دي غير أي سنة. يمكن مودرن فيوتشر مش في أحسن حالاته السنة دي، بس بعيد برضه عن مراكز الهبوط. يمكن لسه بدري على حتة الهبوط وأول الدوري، بس برضه ده بيفرق معاك في الدور الثاني، غير ان الانديه دي اصلا لعبه 23 مباراه. فبالتالي 32 نقطه فيوتشر في المركز العاشر. الجونه النهارده بيتجمد رصيده عند النقطه 30 في المركز ال11. نادي الزمالك في المركز ال12 ب 28 نقطه. سيراميكا كليوباترا لا قلنا سيراميكا. الاسماعيلي في المركز ال13 27 نقطه. يمكن النادي الاسماعيلي يمكن ليه كذا موسم ورا بعض كده يعني مش متظبط، دنيته مش مظبوطه، بس ان شاء الله يرجع بقوه. البنك الاهلي في المركز ال 14 ب 23 نقطه. بلديه المحل المركز ال 22 نقطه في المركز ال 15. فاركو 15 نقطه 21 نقطه في المركز ال 16. المقاولين العرب يمكن المقاولين العرب من ضمن الفرق يمكن اللي بنتمنى ان شاء الله اللي هي تصحى من الكبوه اللي هي فيها دي بسرعه. في المركز ال 17 ب 16 بونت من 23 مباراه، فبالتالي برضه هتبقى الدور الثاني عندها صعب شويه. الداخليه 15 مباراه 15 نقطه من 24 مباراه في المركز ال 18. الدوري السنه دي غير. بنتمنى لكل الفرق التوفيق. بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يرجع وياخد مؤجلاته ويركب الدوري من تاني. بنتمنى النادي الاهلي طبعا يقدر يحسم الدوري. طبعا انا اهلاوي بتمنى ده، مفيش اي زملكاوي يزعل مني. اكيد زي ما اي زملكاوي بيتمنى ان النادي بتاعه ياخد الدوري، انا برضه هو كذلك بتمنى ان النادي الاهلي ياخد الدوري. ان شاء الله حلقتنا بكره. طبعا قبل ما ننهي الحلقه بنتمنى من الناس كلها تخش تعمل مشاركه في القناه. بنتمنى ان اللي مش مشترك في القناه يشترك. نفعل زر الجرس. طبعا جمهور القناه دي هو السند الوحيد طبعا للقناه، وان شاء الله بيكم نكبر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.